كده تقريبا اتفرجنا على كرتون بنتن، بس بعد كده بقت في نسخة جديدة لكرتون بنتن، وبصراحة انا شايفة انها نسخة مش زي الاولانية خالص، يعني حاسة انها نسخة سيئة شوية من الكرتون الاصلي، وهقول ليه دلوقتي. اولا هيبدأ بالاحداث وبعد كده هنبدأ بشخصيات الكرتون. القصة عموما نفس قصة بنتن القديمة ولكن في احداث مختلفة. مبدئيا انا مش فاكرة حاجات كتير عن بنتن القديم لان انا اتفرجت عليه من سنين، فعشان كده هحاول اتكلم عن الحاجات اللي انا كنت فاكراها في الكرتون. اولا احداث الكرتون بنتن القديم كانت ممكن تبقى مثلا في حلقات مثلا ملهاش لازمه او كده، بس كانت كلها بتكمل القصه، يعني الاحداث في الحلقه كانت بتكمل القصه، وكان بيبقى في احداث كتير قوي جميله. وده على عكس بنتن الحالي، في احداث بتكمل القصه بس دي بتبقى قليله قوي، يعني انت لو شفت الكرتون هتلاقي ان في حلقات كتير قوي ملهاش هدف خالص اصلا. وحتى لو كان في الكرتون القديم مثلا في حلقه مثلا ملهاش هدف او حاجه زي كده، كانت بتبقى حتى الحلقه حلوه احداثها حلوه. بس في كرتون بنتن الجديد في حلقات كتير قوي ملهاش لا هدف او اي حاجه ممكن مثلا تكمل القصه، وكمان بتكون الاحداث بتاعتها سخيفه جدا او مش منطقيه، وده شيء مزعج ان تبقى في حلقات كتير قوي احداثها تافهه، وان الحلقات مثلا اللي ليها هدف وليها قصه بتبقى قليله قوي بالنسبه للحلقات اللي ملهاش هدف خالص في الكرتون. تاني شيء الشخصيات بقيت حاسه انها طفوليه شويه، يعني مش زي النسخه الاصليه كانت حلوه، لا بتحس ان الشخصيه دي طفوليه اكتر. زي مثلا بنتن في النسخه الاصليه ممكن تكون مثلا عنده تصرفات اطفال شويه او تصرفات مزعجه شويه وهو صغير تقريبا، يعني ده اللي انا فاكراه، ولكن مش زي بنتن في النسخه الجديده. يعني بنتن في النسخه الجديده لو حد مثلا قال له نصيحه زي جده او حد كبير هو مش بيسمع كلامه خالص، لان هو مش مهم انت بتقول ايه، انا اهم حاجه عندي رايي، مش مهم انت. حتى لو كلام الشخص ده صح بيتصرف تصرفات غلط وبعد كده يحلها ويعمل نفسه بطل. ده غير ان هو طول الكرتون اصلا اللي هو عايش شرير، لو مفيش شرير هو كده الموضوع بقى ممل، يعني انا مش فاهمه ايه القصه، فالموضوع ده بيبقى مزعج قوي. ده غير شخصيه الجد، يعني انا فاكره ان شخصيه الجد في الكرتون الاصلي كانت شخصيته قويه شويه حكيمه شويه، لكن هنا هو شخصيته كوميديا فقط، يعني حكيمه شويه واغلب الكرتون كوميدي. وجوين فاكره شخصيتها كانت احسن في النسخه الاصليه. دي الحاجات اللي بتزعجني في الكرتون، ان هو ما بيسمعش كلام الحد الاكبر منه حتى لو كلامه صح، وفي النهايه خالص اهم حاجه عنده ان هو يواجه الاشرار ومش عارف ايه ويستعمل الساعه ويبقى اقوى. وان الاشرار يعني حتى الاشرار في الكرتون القديم كانت ليهم اهداف شويه او كانوا اشرار يعني، لكن في الكرتون الجديد هم الاشرار كتير قوي اهدافها تافهه، يعني اشرار قليلين قوي اللي بجد اشرار، اما اغلبهم اهدافهم تافهه خالص. وفي النهايه ده رايي، قولوا لي انتوا ايه رايكم. شكرا، باي باي.